هسألك سؤال واحد بس، لو تجاوبيه هنديكي جايزة، ما جاوبتهوش هنقول لك كل سنة وانت طيب. الأول كل سنة وانت طيبة. طيب حضرتك وتعود عليكم الايام بخير. ربنا يخليك. لو قلنا مثلا العدل، العدل بيتضرب المثل فيه بواحد من الصحابة كان حاكم المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فعلا. سيدنا عمر كان رمزا للعدل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيدنا أبو بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس وأكرم الناس وأحن الناس وألطف الناس وأحسن الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بن الخطاب ضرب به المثل في العدل، حتى إن المؤرخين قالوا إن عمر قد أتعب من بعده في ولاية المسلمين. يعني حاجة بسيطة كده بنقول لك كل سنة وانت طيبة. انت طيب حضرتك والله وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا محسن. طيب يا طب يلا السلام عليكم. زي ما انتم عارفين ان هدف الحلقات عندنا يعني ملهوش هدف محدد ان احنا نضايق حد او حاجه، احنا بندردش مع الناس، بنهزر معاهم، بنضحك معاهم، بنفك عليهم ونفك معاهم شويه ونديهم الجوائز ديت علشان يبقوا مبسوطين بس في رمضان الكريم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. في برنامج خصومات الخير كان معكم خالد كامل، تابعونا ان شاء الله في الحلقات اللي جايه كلها. كل سنه وانتم طيبين.